اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين والمتابعين ليا اصدقائي وصديقاتي. النهارده يوم جديد في حلقه جديده. النهارده حلقه كلها معلومات وحلقه في منتهى القوه، فممكن تشرب كوبايه الشاي بتاعتك، كوبايه فنجان القهوه بتاعك، وتعالى معايا. هنقعد بالظبط 10 دقايق ربع ساعه بس، هناخد معلومات مفيده ومعلومات قويه جدا. اهلا وسهلا. عندنا جاك سيلفان مستشار الامن القومي في امريكا، اللي هو في حكومه بايدن، اللي هي فاضل لها يومين وتمشي. قال كلمتين كده ما ينفعش الكلمتين دول يعدوا مرور الكرام. قال ان اسرائيل من حقها التدخل في الشأن والاراضي السوريه ليه؟ حفاظا على الامن القومي الاسرائيلي. ليه يا عم جاك كده؟ قال عشان الاحداث اللي بتحصل في سوريا بتهدد امن واستقرار المواطنين في اسرائيل. طب معنى كده ان اللي بيحصل في غزة بيهدد الامن القومي المصري. ندخل ناخد غزة. اللي بيحصل في السودان بيهدد الامن القومي المصري. ندخل ناخد السودان. اللي بيحصل كمان في ليبيا ما بيهدد الامن المصري. ندخل ناخد ليبيا. ده كلام مش منطقي ولا معقول. التقسيم بقى اضاف بقى، قال لك ايه؟ قال لك ان التقسيم المحتمل، نحط خط تحت كلمة المحتمل دي، وفراغ السلطة ابرز المخاطر في سوريا. فعلا مقولة غريبة، يعني عجبا لهذا الزمان. يعني بيقول لك التقسيم المحتمل، يعني لسه سوريا ما تقسمتش، لسه الاكراد ما خدتش الحته بتاعتها، لسه تركيا ما خدتش اللي هي عايزاه، لسه اسرائيل ما خدتش حاجه، لسه امريكا ما خدتش حاجه. عجبا لهذا الشخص واللي بيقوله ده. فعلا يعني في مقولة بتقول ايه؟ ان شر البالية ما يضحك. عشان كده انا ضحكت. بيقول لك التقسيم المحتمل. لا يا راجل، لا بجد. انت مش شايف ولا مش فاهم ولا الCIA المخابرات الامريكية ما قالتلكش ان سوريا بقت حتت؟ حاجة في منتهى الغرابة. الCIA ما قالتلكش، والموساد الاسرائيلي ما قالكش ان حصل صلاة يهودية على الجولان؟ طب خد دي بقى، انا هقولها لك بقى، ومش محتاجين نعرفها من الCIA او من الموساد، لان دي معروفة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. يعني انت لو كلفت نفسك ودخلت على اليوتيوب ولا على الفيسبوك ولا على التيك توك هتعرف ايه بقى. ان عندك الاسرائيليين، الجنود الاسرائيليين دخلوا سوريا كلها بالمدرعات بالدبابات. ده في ناس داخلين بالدبابه الكابورليه، اللي هي الدبابه مفتوحه السقف دي، والمدرعه الكابورليه بيتفسحوا في سوريا. ما عندكش خلفيه؟ محدش قال لك؟ طب الCIA بتاعك ما قالكش؟ في ايه يا عم؟ احترم دماغ الناس اللي عايشه في الشرق الاوسط. مش كده. انتوا قسمتوا وقطعتوا وفرقتوا، جاي تقول التقسيم المحتمل. يا انت في غيبوبه يا عايز تعيشنا احنا في غيبوبه. ناخد الخبر اللي بعده. العلاقه بين اسرائيل والجولاني دي واخدين بعض على حب على فكره، مش فاهمين. العلاقه بين اسرائيل والجولاني علاقه كبيره قوي. الجولاني ده طلع ايام ما في الصوره اللي انا وريتها لكم في البدايه، كان طالع لابس الطرحه وكان مستخبي ومتداري. مع مين؟ مع احمد منصور على قناه الجزيره سنه 2017، وقال ان مصر، شوف بقى بيتهم بقى مصر بايه؟ ان مصر تطلب التطبيع مع اسرائيل. طبعا الكلام ده مش ممكن ومستحيل يحصل. وايا كان يعني اسرائيل دوله، ودوله حدودها جنبينا مش بعيده.
تطلعش تتهمنا اتهامات غريبه. نتفاجأ بعد كده ان احمد الشرعي اللي هو ابو محمد الجولاني راجل من رجاله اسرائيل، ده سلم سوريا على طبق من فضه. طبق من فضه ايه؟ طبق من ذهب. طب خدوا عندكم الكلمتين دول، ده الشرع بيقول ايه؟ اللي هو ابو محمد الجولاني فتى الشاشه الاول الارهابي الكيوت، بعد ان هندم دقنه كده ووضبها وقلع جلابيه الجهاد ولبس القميص والبنطلون ولبس الساعه الرولكس ام 30,000 دولار، ها، وبنى عليه النعمه والنظافه. قال ايه؟ قال ان المجتمع الدولي هو الوحيد اللي يتدخل في ايه بقى؟ في التجاوزات اللي عملتها اسرائيل. طب المجتمع الدولي اللي انت بتطلبه ده عايزه نمرة واحد يشيلك من على قوائم الارهاب، 2 يرجع لك الاراضي اللي تم احتلالها من تركيا ومن اسرائيل ومن امريكا، هيرجعهم لك. طيب انت عرفت ان الكردستان الاكراد اللي عايزين يعملوا دولة الكردستان والدروز اسرائيل عايزاهم هيبقوا مواطنين اسرائيليين. ليه؟ عشان الدروز والاكراد بيستحوذوا على اكبر نسبة من احتياطي البترول والغاز الطبيعي، 80%. دول خلاص اعتبرهم مواطنين اسرائيليين، حتى عيالهم هيدخلوا الجيش الاسرائيلي. والبركه في سعادتك، البركه فيك يا جولاني. وزير الخارجيه الاسرائيلي جدعون قال ان احنا بندعو، ان الحكومه الاسرائيليه تدعو لتشكيل تحالف مع الاكراد والدروز. ليه؟ عشان يبقى في بينهم علاقات مع المجتمعات الكرديه والدرزيه في الشرق الاوسط. ليه؟ لان دول اوريدي خلاص دخلوا نطاق الدولة الإسرائيلية. ابتدت رقعة الأرض لدولة إسرائيل الكبرى اللي بيحلموا بيها ابتدت توسع. الجولان، هضبة الجولان، جبل قمم جبل الشيخ، ها؟ يعني أنا متهيألي إن اللي حصل في سوريا ده حرام بجد. قواعد الصواريخ البالستية، قواعد الصواريخ بعيدة المدى، والطيارات اللي لسه بكرتونتها، ها، اسرائيل ضربت طيارتين 3 وراحت نقله الباقي على تل ابيب. الصواريخ ضربت صاروخين 3 في الارض، في باطن الارض، وراحت نقله الباقي. حتى الشرع امبارح بيقول احنا هنسلم الصواريخ للمجتمع الدولي. هو هيسلموا لاسرائيل والامريكا وعارفين هيروح فين. وكمان مع ان الجيش الاسرائيلي ضرب الاسطول البحري لسوريا، قضوا عليه. ما بقاش سوريا عندها مركب صيد، حتى مش مركب حربي، ما بقاش عندها مركب صيد. ما يرضيش ربنا. هل اللي بيحصل ده جاي على هوا الشرع؟ طبعا جاي على هوا. ليه؟ هنا بقى السؤال. الشرع عايز يعمل جيش ينقيه هو من رجالته على مزاجه. انت بتقول يا عم امين هو في الكلام ده؟ في الكلام ده. هو عايز يعمله زي الجيش الثوري الايراني. فاهمينها؟ ان دول حمايته، دول بتوعه، انما الشعب السوري مش بتاعه. ما بقاش في شعب، ده هو كل حدوده دمشق دلوقتي.
ودمشق برضو الدبابات الاسرائيليه رايحه جايه عليها، لدرجه ان الجنود الاسرائيليين بيدخلوا على البيوت في المدن الكرديه والدرزيه. خلاص انتوا تبعنا، انتوا مواطنين اسرائيليين، والباقي في القنيطره دخلوا على الناس، خرجوهم من بيوتهم، خرجوا الستات بهدوم البيت، والشرع ما مش واخد باله. الجولاني يا راجل، ده انت اسمك الجولاني وعمرك ما ضربت طلقه على الجولان. ها انت بتقول مصر طالبه التطبيع مع اسرائيل ومش عارف. اللي انت ما تعرفوش ان مصر هي عامله الالتهابات لاسرائيل. جيش مصر القوي هو الجيش الوحيد النظامي في الدول العربيه كلها. لا انت ولا امثالك هتقدروا عليه. افكرك بماضي ليس ببعيد. تفتكر زميلك الارهابي هشام عشماوي اللي كان معاك في ليبيا؟ احنا جبناه متغم من ليبيا. لو دماغك جابتك في حته تانيه احتمال يبقى مصيرك زي مصير هشام عشماوي وهتجيلنا انت واللي مشغلك. دماغك ما ترميش ناحيه مصر، لان مصر فيها رئيس قوي، رئيس بيحب البلد، فيها جيش رادع للاعداء، جيش مرعب. مجرد ذكر اسم جيش مصر العملاق الصاحي اللي فايق يرعب اي دولة، اي دولة مهما كانت كبيرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي سلح قواتنا المسلحة بأحدث العدد وأحدث المعدات وأحدث الطيارات، عمل هيبة لمصر. مصر ليها هيبة طبعا، بس قوتك العسكرية وتصنيف الجيش المصري عالميا زاد من الهيبة، زاد من القوة، زاد من ردع. انت عندك جيش رادع، اسلحة رادعة، وقلتها قبل كده في الفيديو السابق. اي حد ممكن يفكر احنا 110 مليون جندي في جيش مصر، لو شبكنا ايدينا في ايدين بعض من اسوان هندخل تل ابيب. مش محتاجين اسلحه، نشبك ايدينا في ايدين بعض كمصريين كده من اسوان. مصر تملك القوة البشرية الشابة. مصر مصنفة من ضمن الدول الشابة. حد يقول لي يعني ايه دولة شابة؟ هقول لحضرتك يعني ايه دولة. مثلا عندك دولة زي روسيا، دولة عظيمة، دولة قوية، بس تعد من الدول العجوزة الكبيرة. ليه؟ متوسط عدد الشباب فيها أقل من كبار السن. اما احنا عندنا عدد الشباب أعلى من عدد كبار السن، فتصنف انها دولة شابة، دولة قوية. فأرجوكم زي ما احنا متفقين كل فيديو، كل واحد مننا هو جندي في جيش مصر، وليه الشرف ولينا الشرف ان نكون جنود في جيش مصر. انت ماسك تليفونك، ادعم قواتك المسلحة، ادعم القيادة السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا نلتف حواليه وحوالين قواتنا المسلحة ونردد تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بيكم وليكم. أراكم في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.